بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. تحياتي ليكم يا جماعة. النهاردة 23/5/2023. معاكم المهندس أحمد مصطفى، شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. احنا هنا في حقل من حقول البولونيا الشرق الأوسط 001 لإنتاج أجود الأخشاب العالمية. البولونيا اللي ما يعرفهاش مصنفة عالميا رقم 1 في المحافظة على البيئة، رقم 1 في صنف الأخشاب بتاعها اللي بتنتجه، رقم 1 للمحافظة على كمان الأشجار اللي حواليها، بتمدها كمان لأنها بتمدها بالنيتروجين. تمام. طيب هنا الملحوظة إيه اللي إحنا وقفنا عندها النهاردة؟ دي كانت شجرة اتقطعت من 4 سنوات. دي شجرة اتقطعت من 4 سنوات، طلعت شجرتين. والشجرتين كل واحدة فيهم لو احنا كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نقيس المحيط بتاعها. واحدة عاملة 19، واحدة عاملة 24. 19 و24 من جذع واحد. في طول الجذع بسم الله ما شاء الله. انا معرفش اقدر اشيل ولا لا. بسم الله الله اكبر. تمام. دي حته كده 160، حته كده 160. تمام اهي. انا واقف في الوات، انا 175، هي اعلى مني بس انا واقف اوطى منها. طيب بص بسم الله ما شاء الله. الجذع الثاني اهو. تحياتي ليكم. ده خير لمصر ومن ارض مصر. اللي ما يعرفش البولونيا من الحاجات اللي ما ينفعش تشتغل غير على مكن معين. يعني مثلا هقولها، مكن الروتنج اللي بيطلع الفينيل، اللي بيطلع الابلكاش، بياخد 3 انواع من الاشجار. هو ممكن يقبل كل الاشجار، بس ال3 انواع دول بيوفروا خامة، بيوفروا كاستير، بيطلعوا انتاج، ما بيتعبوش الانتاج. الخط بيبقى واحد، اللوح قصدي بيبقى واحد، الفينيل ما فيهوش تقطيع. منهم البولوني. ودايما كنا بنجيبها من بره مصر، دلوقتي في ارض مصر. تحياتي ليكم، مع تحيات المهندس احمد مصطفى، شركه الشرق الاوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.